شوف شو يحمل لك شهر أغسطس. برج الأسد مقلوب الحظ معاك. برج الأسد في عندك الشمس عندك موجودة في بيتك، لكن أنت تحس بالنحوسات وتحس بالأمور مقلوبة. أمورك فيها عكس، يعني شلون بيقولون، يعني أنت تحس أكو نحوسات. كل ما تتقدم كل ما أكو هناك شيء، نوع من التأخير، نوع من التعطيل. كأنك مكتف، كأنك مربط مكانك، في نوع من التأخير والتعطيل. أكو شيء تريد تخلصه بسرعة، أكو شيء تريد تحسم معاه بسرعة، أكو شيء تتمنى أن يخلص. هو يخص أموالك ويخص الكارير، المهنة، ويخص حياتك، يخص مستقبلك. أنت وحيد، أنت تقاتل وحيد، كأنك تقاتل وحيد. هناك نوع أنك تقاتل وحيد. ماذا يحمل لك التاروت؟ إن شاء الله في عندك نجاحات، لكن تتطلب منك الصبر والإيمان. الكون يعمل على مستقبلك، لكن أنت عندك نوع من التعب والجهد وصرف الأموال. في أموال جاي تنصرف، ليس التبذير، لكن أنت مضطر أنك تخرج هذه الأموال. شيء يضطرك أنك تصرف هذه الأموال، شئت أم أبيت. أنت شوفها من الناحية المادية أنه أنت يعني متحمل أكثر من طاقتك، ولكن هي هذه لك للمستقبل. هذا الصرف راح تصرفه راح يوفر لك الأمان، راح يوفر لك الاستقرار، راح يوفر لك أشياء كثيرة. في عندك نوع من الزعل يا برج الأسد، وممكن يكون نوع من الخسارة. أنت زعلان وطاقتك فيها نوع من الزعل الكثير، كأنك تحس بنفسك تركت في غابة، تركت في مكان وحيد. أكو زعل مدفون داخليا. الدنيا سودت بعينك، الدنيا سودت، غربان التفكير والسرابات والخيالات وأشياء تأتي وتروح. في شيء داخليا فيك، في كسر داخليا عندك يا برج الأسد، غير واضح للعلن، غير واضح للعلن. هذا الكسر موجود في عمق روحك. أنا أتكلم قراءة ليست كالكلام يعني بسرعة وخلصنا، لا، هي تلمس الروح. في نوع من الكسر الذي لا يجبر على آلاف السنين، ولا يجبر بيوم وليلة. يا برج الأسد، الأوراق اللي أمامي بتقول إنه أنت عندك الشمس موجودة عندك، تشعر بالطاقة، تشعر بالحماس. لا يستطيعون كارهينك أن يوصلون إليك. في نوع من القوة داخلية ما حد يقدر يكسرها. لكن الحظ مقلوب، لا يعاكسك. الحظ لا يأتي معك، الحظ كأنه يحط لك مطبات في الطريق. هذا ليس الحظ يا برج الأسد، هذا كوكب الزهرة الموجود حاليا عندك. رجاء علقوا تعليقات وكبسوا، حطوا لايكات وكبسوا رجاء، ولا توقفون التعليقات. أطفي اللايف وأروح لو سمحتوا، لو سمحتوا، عشان أنا ما أقدر أفتح بيش وقت الساعة 3 فجرا في الولايات المتحدة، ساعة 3 الفجر، وجاي أقرأ لكم وأنتوا لا تعليق ولا تكبيس. ما يصير. بيش الساعة 3 الصبح، فما يصير واحد ما يقدر جهدي. لو سمحتوا تكبيس وتعليق لايكات. فيا برج الأسد، أنت عندك ما تساعد القراءة. يعني إذا تشوف أنت ناس قاعدة نايمة ف ما أدري، أطفي اللايف، ما أدري. يعني واحد ما تساعد القراءة، يعني مو أشخاص متحمسين، التعليقات شغالة، ما تساعد القراءة. يعني ناس والله العظيم تحس أنت بالفعل أنك تعبان وياها.
أنا ما أحب أعطيكم أمل كذاب. أنت تمر في مرحلة عصيبة، أعتقد أنت اجتازيت نصها، اجتازيت نص هذه المرحلة. أعتقد أنت اجتازيت هذه المرحلة الأخيرة من حياتك، فيها تعب، فيها جهد، لكن أنت مجتازها، والآن أنت وحيد مع نفسك، مع ذاتك، مع الروحانيات مالتك. يعني ما أعرف شو أقول لك. أنت تشعر بالتعب، في تعب، بس ما بعرف شو بطاقتك هذا التعب، يعني ما بيتوضح لي. بيظهر أنه شخص تعبان، بس ما بعرف من شو، يعني أنتو كثير. وأيضا الوضع المادي أيضا همين يتدخل بقراءتك. لكن يظهر أنه أنت طبعا هاي الأمور تمر بها كلها وراها انفراجة، ترى أنت ستنفرج عليك عن قريب، يعني مسألة وقت. يعني عندما يطلع المريخ من العذراء إن شاء الله مسألة وقت، زائدا أن الزهرة يبطل يتراجع، لكن هناك أيضا عكس، عطارد أيضا راح يكون يتراجع. إحنا ما خلقنا بهاي الحياة حتى نعيشها برفاهية، خب نظل بالجنة أحسن لنا. لكن أنت في عندك صراعات، أكو صراعات، دوامة، كأنه أشخاص يعني يحطونك في دوامة، كأنه تقابل أشخاص يكسرون خاطرك، هناك كسر خاطر، تسمع كلام يأذيك، ما فيش معاونة، ما فيش مساندة، ما فيش مدد، ما فيش عون، ما فيش مدد، ما أكو أشخاص يعاونوك، حتى الشريك يعني شخص تعامله معاك تحسه إنه مصلحة. نعم، مصلحة مادية متبادلة، مصلحة مادية متبادلة بينك وبين هذا الشخص. الورق يتكلم، ليس أنا أتكلم. أنا اليوم ظهرت الورق حتى لا أحد يقول إيش تحكي. في عندك كسر قلب من الشريك يا برج الأسد، كسرة كبيرة جدا. الورق يتكلم حتى ما حد يقول لي أنت شو عم تحكي. في عندك كسرة قلب، وهذا الشخص يتعامل معك ماديا، لا يجمعه أي علاقة حبك، أي علاقة من الحب والإنسانية ما تجمع هذا الشخص. الورق يتكلم. أنا سويت القراءة هالشكل بس أطلع يدي، لأنه بعض الآخرين يقولون بالقراءات يعني العذراء والميزان وهاي يقولوا لي أنت تحكين هاي، فأنا راح أطلع لكم الورق منه وجاي عشان تشوف أنت بعينك. الورق يتكلم. في عندك كسرة قلب ومعامل يعني مادية، ولكن أنت معلق بهذا الشخص، أنت ليس هو، أنت معلق به وتحبه حب ما بي مصلحة، تحبه حب إنسانية، حب وقفة، ممكن واقف وياك ساندك بشيء. أنت ما تنكر المعروف، أنت ما تنكر المعروف. فالموضوع أنه هذا الشخص ممكن ساندك بشيء، ممكن ساعدك، فأنت بس يعني مسألة وقت، مسألة وقت وستظهر عن حقيقتك. أنت راح تراويه، يعني تنزع له القناع، ليس الآن، راح تظهر له الحقيقة مالتك. أنت سوف تطالبه بأشياء في المستقبل، ليس على الأمد القريب. ستطالبه بأشياء، يعني تقول له أنا عملت لك كذا، عملت لك كذا، أنت شو عملت لي؟ وأيضا هذا الشخص بعيد عنك، بعيد في بعد. وأنت الآن على حافة الطريق، يعني أنت عندك مشكلة أيضا بالعائلة. في ناس عم تتمشكل معاك بالعائلة، وأنت الآن ضايع. أنت محتار شو بتختار، ضايع بين البيت، ضايع بين العمل، ضايع بين الأشخاص. في عندك نوع من الشوشرة بمخك، ممكن تكون يا برج الأسد هذه الشوشرة ممكن تكون بسبب نقلة أو بيت، لأنه هنا رحيل. نعم، تفكير مش طبيعي صايبك هاي الفترة، دمرت. يعني أنا أحس دماغك عبارة عن درج دائري، ولحد الآن أنت تبحر ببحر ما إلى قرار، أنت تبحر ببحر ما إلى قرار. يعني
يعني لا العائلة فاهمتك، ناس يعني عم تتمشكل معاك بدون سبب ولا أي سبب، يعني ولا العائلة فاهمتك ولا اللي حولك فاهمينك ولا الشريك فاهمك، هذا الشخص تجمعك معاه مصلحة مادية، ولا أنت حتى فاهم نفسك. عندك نقلة، في نقلة راح تنتقل، ستكون لحالك في هاي النقلة، راح تنتقل لحالك، وهناك حسرة قلب لا يعلم بها إلا الله. ستنتقل لحالك، ستسافر، ستغير بيت، ستغير منزل، وفي عندك شهرة، موضوع تشتغل عليه بالإنترنت، بمكتب، بمحاماة، ستنشهر، ستعرفه كل الناس، ستؤشر عليك الكبار والصغار، في عندك شهرة. والله يا برج الأسد أنا كل ما آخذ طاقة حلوة ما بكذب عليكم، يعني هاي الأرقام أنا أمشي على الأرقام 4 6 9، يعني جاي تطلع لي إنه بطاقة أنت قاعد وحاط إيدك على خدك وممكن يكون بكيت، أنت في عندك زعلة، أنا ما جاي أفهمها شو زعلان، والله أنا جاي تطلع لي عندي زعلان، أنا شو دخلني؟ يعني لا هو ورقة يكذب ولا شيء، أنا عم تطلع عندي إنك أنت زعلان. ف يعني شو أقول؟ ما أعرف، يعني هل أكذب مثلا عليكم؟ ف أنا ما أقدر أزور الحقائق، ولا أقدر أعطيكم وهم كذاب، أنا اللي بيطلع بالورق أحكيه مثل ما هو. فأنا اللي بيطلع لي إنه أنت زعلان، ومش زعل يعني زعل شخص يعني كده. شوف أقول لك، أنا راح أحكي لك قصة هي عن لسانك، يعني أنت تخاطب حالك كأنه الأسد. أنا الآن راح أقرأ الورق هيك مالتك، شوف راح أقرأ على هذا الشكل، راح أقرأ على شكل معجزة. إيش تقول؟ أنا راح أقرأ هالشكل على هذا الشكل. شوفوا شو راح أقرأ، راح أجمع الورق هذا مالتك وأقرأ كيف ما طلع هو. هسه أقرأ لك كيف ما طلع، يعني راح أسوي له مرة ثانية. هذا الورق هذا اللي طلع، هذه قراءة ما حد يعرفها غيري أنا بس، مو هذا الورق، لا هذا اللي طلع. راح أقرأها هالشكل وشوف الورق شلون يطلع، شوف اتعلم مني شلون راح أقرأ. طيب هاي وقعت غصبا عني، كأنه تريد نصرة. 9 كابس، كأنه تريد تقعد وحدك، أنت تريد نصرة، أنا أريد أن أقعد وحدي، كأنه مليت من حواليك، تريد تستكفي بنفسك، أنت تريد تكون يعني مش محتاج حدا، أنت الوقت عم يجبرك تحتاج أشخاص. خلينا نشوف، خلينا نقرأ الورق مالتك، شوف شلون. نعم ممكن يجبرك، عم تحتاج الشريك. شوف شلون طلعت مقلوبة الورقة، جاي أقرأ قدامكم. ممكن يجبرك تحتاج الشريك، ممكن يجبرك تحتاج العائلة، ممكن يجبرك تحتاج الأصدقاء. أنت ما تريد هاي العالم إنك يعني إنك تقول لها ساعدوني، مش طبعك الخسارة، أنت دائما مستكفي بنفسك وبأموالك، مش طبعك الخسارة، مش طبعك الأموال إنه يعني تروح منك، مش طبعك إنك مثلا تقول يا جماعة الخير أنا وقعت بكارثة. أنت دائما متكتم على أمورك، ودائما تمشي ببطء، ودائما تخلص الأمور بهداوة، فلا تريد أن تعاون لا من شريك ولا من صديق. لكن المشكلة إنه أنا أحسك أنت واقع بضيق، ولا أعرف ما هذا الضيق.
هذه شفتوا شلون قرينا الورق مالتكم؟ الأهل، العائلة، الهموم، الثقل الموجود عليك. طيب تواقع في شيء 5 من العصي، شيء مثل الدويمة أو الدوار أو السيركل، اكو شيء انت بتدور فيه نفس الشيء، يعني ما بعرف ما جاي تخلص منه. هل هي مشاكل؟ هل هو امر ما جاي ينتهي؟ هل هو جواز؟ هل هو سفر؟ هل هو سجين؟ في شيء انت موجود فيه لكن ما هو، ليس هناك باب، ما إلى باب، مش متوضح، مش متوضح. وايضا الاموال، في تحصيل اموال، ممكن حصلت اموال لكن الاموال لا تكفي الاشياء اللي على ثقلك. شوف احنا هيك قرينا، هاي قراءة ثانية. الاموال لا تكفي الاشياء اللي جايتك، يعني انت بدك اموال لكن ممكن تجي اموال قليلة ليست بحجم الذي انت تحمله. انت تحمل هم كبير كبير، والاموال اللي تجيك ممكن تكون قليلة او ما تجي او بطيئة او هناك فيها تأخير. فبطيئة، وايضا لا تكفي الاشياء اللي تريدها انت، اكثر من المصيبة اللي انت فيها. نور الولاية كافة طبع ونسخ، سويت لك استبعاد، خلينا نشوف العالم. نعم في ضيق، في ضيق، اكو ضبابية بالتفكير مالتك. اشوفك انت مش عارف مش عارف تطلع من هذا التفكير، مربط، كأنه مربط، انت مربط بالتفكير. شوف انت عندك مشكلة، وهذه المشكلة كل منكم ياخذها على قدره، سواء كانت على المادية أو عملية أو أي شيء، لكن هذه المشكلة أنت مش لاقي لها باب، أو تلقي لها أبواب فتكون الإجابة مبهمة. يعني ممكن تريد تنتقل ببيت فتذهب إلى البيت ما يأجر صاحبه، ممكن تريد تبني بيت فما يجيك أبو اللي يبني بيت، ممكن تريد تسافر فما يعطوك الأوراق. أكو شيء مبهم، قراءتك اكو شيء مبهم مسبب لك تعب ومسبب لك ضوجة. شفت شلون قرينا؟ رجعنا صفطنا الورق وقرينا. ومسبب لك رحيل أو سترحل غصبا عنك من مكان تعلقت فيه كثير. وهناك كسرة قلب يا برج الأسد عجيبة، في عندك كسرة قلب عجيبة، أو هي بالفعل موجودة، وأنا أحس ممكن أنت بتخيط قلبك لأجل أنك أنت توقف على رجليك وتغيظ كارهيك. وعندك أيضا فكرة أنك أنت ترحل من مكان تربيت به أو عشت به لفترة طويلة، أو تترك أشخاص كانوا في حياتك لفترة طويلة حتى تكون أنت الأسد، وتذهب هذه كسرة القلب اللي موجودة عندك يا برج الأسد، وتفضل أن تكون وحدك. وأنا أراك سائر، لن يوقفك أحد، والله سيرزقك أموال، وستأخذ يعني وقت طويل حتى تتشافى، ستأخذ وقت طويل حتى ترجع الأسد. أجمل قراءة هذه عملتها بالأوراق، ستأخذ وقتا طويل حتى تتشافى. فأنا أحسها أحلى قراءة كانت للأسد. نأخذ ورقة الملائكة. تحمل المسؤولية هو دورك، تحمل المسؤولية هو دورك. هذا اني وقعن لك، انا ما راح اعيفهن لانه ذني وقعن من التاروت، ولما يوقعن بالارض فهن الك. تحمل المسؤولية هو دورك، نعم انت راح تتحمل مسؤولية، راح يوقع على عاتقك شيء اكبر منك، انت راح يوقع على عاتقك شيء اكبر منك. طيب هذه الورقة اللي وقع لك، اسأل نفسك قرار صحيح، اسأل نفسك قرار صحيح. الضعف والحرية معا، تحويل من جديد، الفرصة قادمة نحوك لا تضيعها، بلوك، امسح، احضر، اترك كل شيء.
اقبل نفسك فأنت جميل، واقطع حبل التعلق، وتوقيت إلهي لك لا تقلق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني حتى الأوراق نزلت لك شيء عجيب، حتى الأوراق اللي وقعت كأنه تحكي قصة. يعني شوف، الفرصة قادمة نحوك، بلوك، امسح، تحويل جديد، اقطع، توقيت إلهي لا تقلق، توقيت إلهي لا تقلق. كل اللي يصير بيك عبارة عن قصة كتبها لك الرحمن. وأيضا الضعف والحرية معا، لا تستسلم، واسأل نفسك أنه هذا قرار صحيح، وتحمل المسؤولية هو دورك. أنا أعتقد أنه أنت لحد الآن ما جاي تستوعب أنه ليس هناك أشخاص يقدرون يساعدونك. أنت رافض هاي الفكرة، أعتقد أنه أنت رافض، كأنك معتمد على أخ أو صديق أو شيء. مش مصدق أنه أكو ناس هيك تسوي بيك. أنت ما مستوعب، يعني ما مصدق. بيقول لك امسح، اعمل بلوك. أيضا فرصة أكو بهذا النقلة الجديدة، أكو تغيير راح يكون. أنت عندك قوة وحرية معا، يعني في كله بيقول لك رسائل إنك أنت قدها وقدود. فلماذا هذا الخوف يا برج الأسد؟ تحياتي لكم، شكرا لبرج الأسد.